السلام عليكم، صلوا على الحبيب وحطوا لي لايكات كتير كتير على الفيديو ده وتعليقات عشان هيعجبكم جدا. النهارده بقى نعمل بيديفور الخلاط. بجد حاجة سهلة وجميلة وهتشوفوا معايا في الفيديو وهتشوفوا الشكل زي ما انتم ما شايفين. هنا بقى عاملين البيديفور ما شاء الله. معانا شوكولاتة بيضة ومعانا شوكولاتة بني ومعانا سوداني مطحون ومعانا فرماسول بتاع البيدي فور ومعانا جوز الهند. طبعا التزيين البيدي فور ده على حسب الرغبة زي ما تحبي، عادي مش مشكلة. انا هنا ما كانش عندي بندق عادي، طحنت السوداني ده وعملته كده بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين. بنمسك قطعتين من البيدفور، بنحط قطعة من المربى ونضمهم على بعض ونحطها في الشوكولاتة ونحطها بقى في أي مكسرات احنا نحبها زي ما انتم ما شايفين كده. وممكن تحطي قطعة واحدة برضو بتبقى حلوة. بجد ما شاء الله. بديفورية ناعمة خالص وحلوة وأحلى من بتاعة بره كمان زي ما انتم ما شايفين كده. التغليف كده على حسب رغبتك انتي وعلى حسب إمكانياتك. اهو زي ما انتم ما شايفين كده. ما شاء الله شايفين دايبة دوبان. هنا بقى بعد ما حطيناه في التلاجة جمد شوية وشايفين ما شاء الله طلع متماسك بالشكل ده ودايب وطعمه خطير زي ما انتم ما شايفين. المهم احنا غلفنا طبق بس يعني على قد كده عشان اوريكم بس هيبقى دايب وعامل ازاي. انما التغليف الاخير بقى قبل العيد بقى ان شاء الله باذن الله، قبليه بيوم او بيومين. اهو زي ما انتم ما شايفين بقى نقول بسم الله ونحط المقادير بتاعتنا: كيلو من الدقيق واربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة وكوباية سكر بودر وفانيليا ومعانا نص كيلو من الزبدة على السمنة مسيحينها لحد ما المرضى ظهرت كده. وبعد كده حطيناها في التلاجة لما بردت وهدت شوي وقوامها رمل معانا كده بالشكل ده. طبعا هنحط السكر على البيض وعلى نقطتين من الفانيليا وهنضربهم في الخلاط لحد ما القوام يفتح معانا شوية. اهو زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله حاجة سهلة ولذيذة بجد. ما خدش في ايدي ساعة كنت مخلصة وعملت احلى كمية بدل ما نشتريه من بره وبدل ما نروح للحلواني هتعمل لنا ايه وبكام ومش بكام. بجد حاجة سهلة وبسيطة وهتفرحي اولادك بيها. اهو زي ما انتم ما شايفين نزلنا بنص كيلو السمنة على الزبدة وهنضربهم برضو في الخلاط لمدة 5 دقايق، من 5 دقايق ل7 دقايق لحد ما القوام معانا نحس انه تماسك كده وراح كريمي معانا. طبعا الدقيق ده حطينا عليه ذرة ملح صغيرة بس. اهو زي ما انتم ما شايفين كده هننزل عليه الخليط ما شاء الله. شايفين القوام عامل ازاي ما شاء الله. هنقلبه كويس. طبعا بننزل عليه مرة واحدة عشان البيديفور مش بيحتاج عجن كتير، يا دوب تقليب بالراحة واحدة واحدة كده. اهو زي ما انتم ما شايفين. اهو ما شاء الله. طبعا لو انت حابة بالشوكولاتة ممكن تحشي نص العجينة وتحط عليها كاكاو، ومش حابة انت الشوكولاتة عادي مش مشكلة، دي حسب رغبتك برضو. بس ما شاء الله اللي بالشوكولاتة برضو جميل وحاجة تغيير كده وتفرحي بيها أولادك. اهو ما شاء الله شايفين العجينة عاملة معانا ازاي. هنا بقى حشنا نصها، حطينا معلقتين ونص كاكاو ومعلقتين كبار من الزبدة عشان العجينة معانا تبقى مظبوطة تمام. هنعجنها كويس جدا. اهو بعد ما عجناها ما شاء الله. هنا بقى معانا البلبلة وكيس الحلواني. بصوا بقى انا هقول لكم على حاجة. انا طبعا عملت اول صاج بكيس الحلواني ده زي ما انتم ما شايفين كده. بس بعد كده بصراحة لقيت البلبلة اسهل واحسن ان انا حطيت قطعة العجينة على قد البيدفورة وفضلت اضغط عليها كده. بقيت حسيت ان هي بتنزل معايا بسرعة وما خدش معايا وقت خالص. اهو زي ما انتم ما شايفين. طبعا احنا مش بنشغل على الشواية من فوق، احنا بنسخن الفرن قبلها ب10 دقايق وبنحط البيديفور فيه يا دوب قعره بيبقى مصفر كده وبنطلعه من الفرن. لو انت حابة وشه ياخد لون عادي مش مشكلة، يبقى لون مصفر كده.
اهو زي ما انتم ما شايفين. هقول لكم بقى سر للعجينة لو لقيتوها بتشقق معاكم زي ما انتم ما شايفين كده، نزود عليهم معلقتين من الزبدة. تمام، انا معايا اللي هي عجينة الكاكاو دي طلعت مظبوطة عشان حطيت معلقتين من الزبدة. العجينة البيضة دي حطيت عليهم معلقتين تاني وقلبتها كويس، ظبطت معايا وطلعت البيديفورة مخططة وزي الفل. اهو ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين كده، حاجة بصراحة في قمة الجمال. هنا بقى حطيناه في الفرن، ولا فرشت ولا زادت ولا أي حاجة، بسم الله ما شاء الله. هنا الكيلو عملنا، شايفين الجمال والحلاوة، ليه نشتريه من بره واحنا في ايدينا نعمله أحلى وأجمل كمان، وحاجة نظيفة وحاجة احنا عارفين احنا عاملينها ازاي. بسم الله ما شاء الله، عمل معانا كمية حلوة قوي. بسم الله ما شاء الله، ودايب دوبان معانا اهو زي ما انتم شايفين. اهم حاجة لو عجبكم الفيديو حطولي لايك وتعليق.